تخيل كده انك في مكان ما فيهوش ولا حته يابس حواليك اكتر من 1000 كيلو متر، يمينك وشمالك قدامك ووراك كل اللي حواليك ميه، مفيش نت، مفيش شبكه، مفيش حتى بشر. اقرب انسان ليك هو فوقيك في المحطه الفضائيه على بعد 400 كيلو متر. ده مش خيال علمي ولا مشهد من فيلم، ده مكان حقيقي على كوكب الارض اسمه النقطه نيمو. المكان اللي العلماء بيقولوا عليه نقطة اللا عودة، أبعد نقطة عن أي أرض في العالم، لدرجة إن حتى الكائنات البحرية نفسها مش بتحبه. يعني صفر حياة من أي نوع. عارف يعني إيه تكون في نص المحيط الهادي وكل اللي حواليك بس البحر الأزرق؟ ده أزرق في كل حتة ما بيخلصش. ده المكان اللي لو اتكلمت فيه صوتك مش هيروح لاي حد، كانك بتتكلم في فراغ. وده اللي خلى ناس تقول ان المكان ده مش طبيعي. بيقولوا ان هناك بتحصل حاجات غريبه جدا، زي اصوات غامضه بتتسجل في اعماق البحر، وكائنات ما حدش شافها قبل كده، وحاجات بتنزل من الفضاء. بس ايه قصه المكان ده، وليه معروف عنه انه الاكثر عزله؟ وايه هي الحكايات الغريبه عن الكائنات البحريه المخيفه والابحاث السريه اللي بتحصل هناك؟ النهارده هنعوم في قلب المحيط الهادي، وهنكتشف النقطه نيمو من الناحيه العلميه والتاريخيه، وهنغوص في الغرائب اللي بتحكي عنها الاساطير اللي ممكن تكون حقيقه. جهز نفسك عشان الحلقه دي هتبقى زي المحيط، عميقه وغامضه ومليانه مفاجآت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسلام ودي قناة دماغ آخر الليل. الغريب إن النقطة نيمو أقرب بشر ليها مش على الأرض، دول فوقيها في الفضاء على بعد 416 كيلومتر، اللي هم رواد محطة الفضاء الدولية. يعني لو أنت هناك ممكن تكون أقرب لرائد الفضاء منك لأي إنسان على كوكب الأرض. وده يخليني أقول لك إنك لو في يوم زهقت من الناس وعايز تختفي فعلا، فالنقطة نيمو هي عنوانك. مفيش جيران، مفيش صوت، مفيش حتى شبكه. بس السؤال هنا، ليه المكان ده اتسمى كده؟ وازاي اكتشفوه؟ وهل فعلا المكان ده فيه خطر ولا هو معزول عادي؟ طب تعالى كده نفهم ايه النقطه نيمو دي، هي فين اصلا وازاي اكتشفوها. الموضوع يا صديقي بدا سنه 1992 لما مهندس مساحه كرواتي كندي اسمه هيرفوج لوكاتيلا قاعد في امان الله فاضي مش لاقي حاجه يعملها، قام قال لنفسه انا هدور على اكتر مكان وحيد ومعزول على كوكب الارض. لوكاتيلا استخدم خوارزميات هندسيه معقده جدا، وباستخدام برنامج كمبيوتر متخصص قدر يحدد النقطه اللي تبعد عن اي يابسه باقصى قدر ممكن من الدقه. وطلعت له الاحداثيات دي: خط عرض 48 درجه 52 دقيقه 32 ثانيه جنوبا، وخط طول 123 درجه 23 دقيقه 33 ثانيه غربا، في نص المحيط الهادي. يعني على بعد 2688 كيلو متر عن اقرب جزيره. يعني المسافه دي تقريبا من القاهره لباريس، او من الاسكندريه لكوبنهاجن. انت متخيل المسافه قد ايه؟ يعني لو عايز تروح هناك انت محتاج 5 ساعات طيران، وبعدين غواصه، وبعدين تدعي ربنا انك تفضل عايش على ما ترجع. لوكاتيلا سماها نيمو مش عشان السمكه نيمو بتاعت فيلم كرتون، لا، ده عشان الكابتن نيمو بطل روايه جول فيرن 20000 فرسخ تحت البحر اللي اتنشرت سنه 1869. الكابتن نيمو ده عايش في غواصه لوحده وقاطع مع العالم كله، وهو ده بالظبط وصف النقطه نيمو، بعيده عن العالم ومنعزله عن اي حياه. غير ان كلمه نيمو معناها لا احد في اللغه اللاتينيه، يعني المسمى مظبوط عليها اسما وصفة. العلماء بيقولوا ان النقطة نيمو دي هي المكان الابعد عن اي نشاط بشري على الكوكب، وده بيخليها شبه مختبر طبيعي للمحيطات. ليه؟ لان مفيش بشر، مفيش مصانع، مفيش حتى طيارات بحرية تنقل التلوث. بس كل ده كمان كان ليه تمن. الحياة هناك فقيرة جدا، العلماء بيسموها صحراء مائية، مياه صافية وجميلة بس فاضيه، ومفيش كائنات كتير، حتى الاسماك مش مهتمه ان هي تروح هناك. بس اهم حاجه بتميز النقطه نيمو دي انها بقت المكان اللي بنودع فيه الحاجات اللي جايه من فوق. كل قمر صناعي خلص مهمته او محطه فضاء انتهى عمرها، العلماء بيوجهوها ناحيه النقطه نيمو علشان تسقط بامان. وهم اختاروا المكان ده علشان مفيش بشر حواليه ولا مدن ولا حتى سفن كتير بتعدي من هناك، يعني لو في حاجه وقعت هناك مش هتاذي حد. وعشان كده النقطه نيمو دي واللي حواليها بتعتبر مقبره للمركبات الفضائيه. يعني المكان ده مش مجرد بحر، ده مقبره في نص المحيط، وفي لحد دلوقتي اكتر من 260 جسم فضائي وقعوا هناك، ومنهم محطه مير السوفيتيه اللي كان وزنها تقريبا 120 طن، وتم اطلاقها سنه 1986، وبعد انقضاء عمرها الافتراضي اسقطوها سنه 2001. وحتى محطه الفضاء الدوليه ISS لما تخلص مهمتها في الفضاء هتدفن هناك برضه. بس خد بالك، المركبات الفضائيه والاقمار الصناعيه اللي بتقع هناك مش بتنزل على بعضها حته واحده كده، انما بقاياها هي اللي بتتناثر في القاع في صوره شظايا، زي ما بتقول الخبيره في تاريخ الرحلات الفضائيه أليس جورمان من جامعه فلندرز في مدينه إديلايد الاستراليه، واللي بتوضح انه لا تستطيع المركبه الفضائيه تحمل اعاده الدخول للغلاف الجوي للارض دون ان تتفتت. وبتقول برضو ان معظم المركبات دي
بيتحرق من الارتفاع الرهيب في درجات الحراره اثناء دخولها لغلاف الجو، وان غالبيه المكونات اللي بتنجو من المصير ده هي عاده بتكون خزانات الوقود ومركبات الضغط، وده يعتبر جزء من منظومه الوقود، انه بيتم تصنيعها من سبائك التيتانيوم والفولاذ المقاوم للصدى، وغالبا ما بتكون مغلفه بالياف الكربون المجدوله علشان تقاوم درجات الحراره المرتفعه. يعني لما نيجي نبص على خريطه الكوكب، النقطه نيمو حرفيا بقت مش بس ابعد مكان عن البشر، دي بقت مقبره المركبات الفضائيه، سبيس كرافت سيمتري، مكان في قاع المحيط بيستقبل بقايا التكنولوجيا اللي جايه من السماء. وفي نفس الوقت المنطقه دي اقرب نقطه بشريه ليها مش على الارض، فوقيها في الفضاء. يعني رواد الفضاء اللي في المحطه الدوليه على بعد 400 كيلو متر بس منك اقرب لك من اي انسان على كوكب الارض. وده يخليك تسال نفسك سؤال بسيط جدا، ليه كأن النقطه نيمو دي مقطوعه عن العالم بس في نفس الوقت هي نقطه تلاقي بين السماء والبحر؟ الاجابه ممكن تكون في الحكايات اللي اتقالت عنها، في الاساطير اللي طلعت من اعماق البحر، والاصوات الغامضه اللي اتحسمت علميا بس لسه مش مفهومه. بص يا صديقي، طبيعي ان اي مكان بعيد زي النقطه نيمو بالشكل ده الناس تبتدي تخاف منه، بس اللي حصل هناك خلى العلماء نفسهم يتخضوا. سنه 1997 الاداره الامريكيه للمحيطات والغلاف الجوي كانت عامله اجهزه بتسجل اصوات تحت الميه، وفجاه في يوم من الايام الاجهزه سجلت صوت مرعب وغريب جدا، صوت عميق وقوي جه من تحت المحيط، استمر لمده 7 دقائق كامله، عميق وقوي لدرجه انه اتسمع على بعد 5000 كيلو متر، وسموه وقتها ذا بلوب. يعني تخيل صوت يطلع من البحر العلماء يسمعوه في قارات مختلفه. طب والمكان اللي جاي منه بالظبط هو النقطه نيمو. الناس وقتها بدات تتجنن بنظريات، قال لك ده اكيد كائن ضخم تحت الميه، وقالوا ده ممكن يكون حوت بحجم مدينه، وفي اللي دخل في سكه تانية وقال لك ده صوت الكسولو. الكسولو ده يا صديقي كائن اسطوري اتكتب عنه في قصه قصيره سنه 1926 بعنوان نداء الكسولو للكاتب الامريكي هوارد فليبس لافكرافت، عباره عن مخلوق عملاق يعيش في اعماق البحر، كائن براس اخطبوط وجسم تنين. لافكرافت كتب في روايته ان الكسولو نايم في مدينه راليه الغرقانه، والمفاجاه ان موقع المدينه دي اللي تخيلها الكاتب في الروايه قريب جدا من النقطه نيمو الحقيقيه. يعني كأن لافكرافت كان عنده الهام من الفراغ ده، ولان النقطه دي بعيده ومحدش بيوصل لها الخيال البشري انطلق فيها. يعني الراجل كتب القصه قبل اكتشاف النقطه نيمو ب 70 سنه، عشان كده الناس ربطت الصوت اللي سمعوه بالكائن الاسطوري ده. طب هل لافكرافت كان بيتخيل ولا فعلا في حاجه هناك، ولا الصدفه هي اللي لعبت اللعبه دي؟ العلماء بعدين طلعوا تفسير منطقي، قالوا ان الصوت ده مش كائن غامض، ده مجرد صوت جليد بيتكسر في القطب الجنوبي، وان الصوت اتنقل في البحر ووصل لحد النقطه نيمو. بس بصراحه في حاجه في التفسير ده مش مريحه، لان التسجيل الحقيقي لما تسمعه تحس كأن في نفس حي مش مجرد طقطقه تلج. وطبيعي جدا ان الناس تفضل تسال لحد النهارده، هو فعلا البحر هناك فاضي ولا في كائنات عايشه في اعماق المحيط هناك ولسه محدش وصل لها؟ وفي اسطوره تانية عن النقطه نيمو، زي ما في القرن 19 البحاره كانوا بيحكوا عن كائنات غريبه في المحيط زي الكراكن اللي هو الحبار العملاق اللي بيلف حوالين السفن ويشدها تحت الميه. ومع ان الكراكن كان اسطوره، في فريق من الباحثين اليابانيين سنه 2004 بقياده الدكتور تسونيمي كوبوديرا من المتحف الوطني للعلوم في اليابان نجحوا في التقاط اول صور حيه للحبار العملاق في بيئته الطبيعيه، واللي بيوصل طوله ل 12 متر. وفي قصه تانية واقعيه حصلت في اكتوبر سنه 1873 قرب سواحل نيوفاوندلاند في كندا، عن مجموعه صيادين واجهوا حبار عملاق حي طالعين يصطادوا عادي في مركب صغير قرب جزيره بيل في خليج كونسبشن، وشافوا جسم كبير بيطفو على سطح الميه، ولما حاولوا يقربوا منه الحبار مسك المركب بدراعين من دراعاته، واللي خلى ابن واحد من الصيادين يستخدم فاس علشان يقطع دراع منهم. والجزء المقطوع ده تم تسليمه بعد كده للقسيس موسي هيرفي في سانت جونز، واللي قام بدوره ووثق الحادثه دي وبعت عينه منها لجامعه ييل للدراسه. اللي حصل ده خلى الناس تبدا تتساءل، لو الكراكن حقيقي يا ترى ايه كمان ممكن يكون موجود في اعماق النقطه نيمو؟ كمان النقطه نيمو اقرب ارض ليها هي جزر ايستر اللي على بعد 2688 كيلومتر، ودي اللي فيها تماثيل المواي الغامضه. في القرن العشرين بعض الباحثين زي إيريك فون دانكن، وده كاتب سويسري مثير للجدل، كتب كتير من المؤلفات حوالين التاثيرات اللي بتيجي من خارج الارض وتاثيرها على الثقافه الاوليه للجنس البشري. افترض ان التماثيل دي ممكن تكون دليل على زياره مخلوقات فضائيه، بس الدراسات العلميه من جامعه هاواي سنه 2019 اثبتت ان التماثيل دي بناها سكان الجزيره الاوائل باستخدام ادوات بدائيه. بس الاساطير دي واللي زيها لسه بتغذي خيال الناس عن النقطه نيمو. العلماء بيقولوا لحد دلوقتي اننا استكشفنا 5% من اعماق المحيطات، يعني ممكن يكون تحتينا عالم تاني واحنا مش حاسين. بس هنا بقى بيجي السؤال الحقيقي، احنا ليه مهووسين بالاماكن اللي مش بنفهمها؟ ليه اول ما نلاقي حاجه غامضه دماغنا تروح دايركت على الاسطورات
الاسطوره مش على العلم. عارف يا صديقي، كل مره بتكتشف حاجه زي النقطه نيمو بنفتكر ان العلم هو اللي كسب الجوله، بس في الحقيقه اللي بيكسب دايما هو الفضول الانساني. احنا كبشر عندنا غريزه غريبه جدا، كل ما نلاقي مكان محدش راحه نبقى عايزين نروحه، كل ما نسمع صوت مش مفهوم بنبقى عايزين نفسره، وكل ما نشوف ضلمه نولع كشاف ونخش جواها. وده يمكن هو سر النقطه نيمو الحقيقي، مش بس انها ابعد مكان عن الارض، لكن انها رمز الفكره اعمق بكتير، ان دايما في نقطه في حياتنا احنا مش فاهمينها وبنحاول نوصل لها. كل واحد فينا عنده النقطه نيمو بتاعته، مكان جواه مش فاهمه، مش قادر يوصل له وبيخاف يقرب منه، بس اول ما بيواجهه بيعرف يكتشف نفسه. يعني ممكن تكون النقطه نيمو مش في المحيط، ممكن تكون جواك. بس برضه من الناحيه العلميه النقطه دي بتفكرنا قد ايه كوكب الارض لسه مليان اسرار. احنا استكشفنا المريخ اكتر من قاع المحيط اللي تحت رجلينا، وكل مره بنفتح باب جديد وبنكتشف ان اللي ما نعرفوش اكتر بكتير من اللي نعرفه. فالمره الجايه لما تشوف بحر او خريطه او حتى اعلان عن رحله غريبه، افتكر ان لسه في اماكن على الكوكب محدش شافها، وفي اسرار ممكن تكون تحت نقطه واحده بس، النقطه نيمو. قول لي بقى يا صديقي، لو ادوك فرصه تروح مكان محدش راحه قبل كده، مكان ممكن يكون غامض او مرعب، هل هتروح ولا هتفضل انك تتفرج عليه من بعيد؟ طب لو هتروح ومش معاك غير 3 حاجات، ايه اهم 3 حاجات هتاخدهم معاك؟ هتاخد اكل، كتاب، موبايل، بس ما تنساش ان مفيش شبكه هناك، ولا يمكن كاميرا عشان تصور اي كائنات غريبه تطلع لك؟ وهتخاف من ايه اكتر، الضلمه ولا الكائنات الغريبه ولا انك تقعد من غير نت؟ هستنى رايك في الكومنتات. النقطه نيمو مش بس مكان في المحيط، دي زي مرايه لخيالنا، بتفكرنا ان كوكبنا لسه مليان اسرار، سواء كانت كائنات غريبه او اصوات غامضه او حتى مجرد ميه نقيه محدش لمسها. العلم بيقول انها ابعد نقطه عن البشر، بس خيالنا بيقول انها ممكن تكون اقرب نقطه للغموض. والمره الجايه لما تسمع عن وحش بحري او تجربه سريه، افتكر النقطه نيمو، وان العالم لسه فيه حاجات كتير مجهوله. نقطه بتخلينا نفكر قد ايه احنا صغيرين في الكون ده، وقد ايه لسه في حاجات كتير ما نعرفهاش. وفي النهايه لو عجبتك الحلقه اعمل لايك، اشترك في القناه وشغل الجرس عشان دماغك تستاهل تبقى دماغ اخر الليل. سلام.